السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نكملوا في سلسله حلويات العيد. والحلوى تاع اليوم راح تكون غريبه الطبقات. الغريبه نحن دائما تكون حاضره في العيد. تاع المره هذه كما راكم تشوفوا الشكل تاعها راهو بريزونطابل، والمذاق تاعها راح يكون رائع. الطبقه الاولى راح تكون فرينه، الطبقه الثانيه من الحمص المرحي، والطبقه الثالثه كاوكاو. ونحن نتحكموا في الاذواق تاع الطبقات كما نحبوا. نبدو بلاباط. درت 2 كيلات فرينه، 2 كيلات هذوما تاع الباطه تاع المارغرين اللي فيها 250 غرام. الكيله الثالثه درت النص تاعها فرينه والنص نشا. بالنسبه للسكر راح ندير نص كيلة سكر، يعني درت 2 كيلات فرينه، الكيله الثالثه درت نص فرينه ونص نشا. وبالنسبه للسكر رايحه ندير نص كيلو سكر، وتوا رايحه نغربل كلش مع بعضها. انا ديجا راهي الفرينه راهي مغربله، لكن نحب نعاود نغربلها باش يدخل الهواء. الطريقه اللي راني نستعمل فيها هذه الطريقه اللي تعلمتها من عند ماما، يعني هذه الطريقه التقليديه اللي نخدموا بها. اكيد ما ننسوش دائما مع كل الحلويات اني ندير رشه من الملح. وتوا راح نبدا نضيف في السمن ماهوش ذايب، نبدا نضيف فيه ونمحر بشوي. بالنسبه للكيله تاع السمن، شفتوا نفس الكيله اللي استعملتها الفرينه والسكر، هذيك نفسها الكيله درتها ناقصه تقريبا 1 سنتيمتر من السمن اللي راح نبقى نضيف فيه بالتدريج، والباقي راح نكمله زيت. نبقى نمحر بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها حتى نتحصل على اون بات القوام تاعها يكون خفيف، تكون اخف خلاص من لاباط سابلي كيما راكم تشوفوا في الصوره. واكيد راني ضفت الزيت، يعني كنت نضيف في السمن بالتدريج، هي راهي تدي شويه وقت. نقدروا المرحله هذه نديروها في البيتران. وضفت كيف كيف الزيت حتى كملت هذيك الكميه كامله تاع السمن، وتحصلت على القوام اللي راكم تشوفوا فيه. هنا راني نقدر ما نكملش هذيك الكيله كامله تاع السمن، يعني كي تكون الفرينه من النوع الباهي ولا من النوعيه الرفيعه ما نحتاج كامل السمن، ما نحتاج كامل الكميه. نجو توا للنوع الثاني والى الطبقه الثانيه اللي راح نديروها من الحمص المرحي. الحمص المرحي نشروه من عند اللي يبيع لوازم الحلويات، لا يكون نقولوا ليه اصلا حمص تاع الغريبه. واش درت هنا؟ درت 2 كيلات فرينه وكيلة حمص مرحي ونص كيلة سكر. نغربل كلش مع بعضاه بنفس الطريقه، ما ننساش رشه الملح. نعاود لكم واش درت 2 كيلات فرينه وكيلة حمص مرحي ونص كيلو سكر. غلبت كلش مع بعضاه. وبالنسبه للسمن درت كيلة سمن ناقصه سنتيمتر واحد، كملت زيت واستعملت نفس الطريقه الاولى حتى تحصلت على الشكل هذا. بالنسبه للطبقه هذه تاع الحمص راني زدت لها ملعقه تاع كاكاو. والطبقه الثالثه درتها كاوكاو وخدمت بنفس الطريقه، يعني درت 2 كيلات فرينه وكيلة كاوكاو، نص كيلو سكر، كيلة سمن ناقصه سنتيمتر واحد، كملت زيت وخدمت بنفس الطريقه. ونقدروا نديروا نحن واش نحبوا. بعد ما كملت الطبقات في 3 راح نحلهم كل كما هكا قدامي، وراح نستعمل الطابع هذا. ومن الاعلى راح نهبط بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه تاع الورده، اللي يكون نفس الشكل تاع الطابع. هو نورمالمون كاينين اصلا طوابع اللي يتباعوا للغريبه هذه تاع الطبقات، لكن انا كي شريته جاني كبير ياسر وما عجبنيش. نبدا الطبقه الاولى اللي نطبعها هي الطبقه اللي راح تجي من الاعلى، ونهبط شوي بهذاك الورق. انا راني قصيتها، هي سوتارت، قصيتها بنفس الحجم تاع الطابع وخدمت بها. نحطها هي شوي في الفرينة ونحط الطابع شوي في الفرينة ونطبعه عادي جدا. وبعد رايحة نحيه بالموس بكل سهولة. انا هنا راني بركة مانيش مسرعة في الفيديو. نتحصل على الشكل هذا. ومن الاعلى راح نزينها بالطابع هذا اللي هو تاع الوردة. ندير طبقة تكون السمك تاعها اقل من طبقة تاع الغريبة اللي درتها في الطابع الاول. ومن فوق راح نزينها باي حاجه تاع مكسرات. المهم اي نوع من انواع المكسرات راح نزينوا به من فوق، نقصوه يكون رقيق خلاص. راح نكمل نطبعهم كامل.
بهذه الطريقة. وبعد راح نطيبهم في فرن يكون ساخن، درجة الحرارة تكون 180، ما نخلوهاش تطيب ياسر، يعني من 7 ل10 دقائق نطفو عليها، لانه هي فيها اصلا كلش طايب وهي خفيفة. راح اذا خليناها يزيد عفوا الوقت تاع الطهي اكثر رايحة تتحل ويفسد لنا الشكل. وهذا هو الشكل يعني تحصلت عليه. نتمنى تجربوا هذا النوع من انواع الغريبة، وتجربوا حتى الطريقة اللي استعملتها انا اليوم وتعجبكم. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير باهي. اترككم الان في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.